بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله في قناة ام احمد للطبخ والابداع جبت لكم تحلية سريعة جدا تبرد على القلب اللي توجدوها بكيس حليب فقط في المول هذا اللي راهو توندونس اللي راهو داير حالة. المول الصغير هذا اللي الطول تاعو 10 العرض تاعو 10 عفوا، فيه حوالي 30 على 10. لهنا بكيس حليب فقط راح توجدي هذه التحلية هذه سريعة جدا، يعني ليه توجد معك. التحلية هذه بنينة بزاف بزاف سريعة ليه توجد معك مقادير بسيطة جدا جدا، وايضا يعني مول يكفي حوالي 4 اشخاص، يعني قطع يعني هايلة، 6 اشخاص قطع معتدلة. نروحوا مباشرة للمقادير وطريقة التحضير. هذا هو المول تاعي يعني وريته لكم، راح نديرو ان شاء الله فيه وصفات بزاف بزاف. هنا جبت الكاطو تاع بودوار هذا نغمسو مليح في الحليب مع الشوكولا تاع اللي يديروها الولاد في الحليب. هذه الشوكولا هذه مع الحليب تعطي واحد البنه هايله ويجيكم الطري ولا اروع. تقدروا تستبدلوا الشوكولا هذه اللي ما عندهاش ديرها بالنسكافي ولا بالقهوه سريعه الذوبان، يعني اي نوع. هنا نغمسهم كامل ونحاول باه نستفهم. شوفوا العرض تاع البلاطو هذا تقريبا نفس الطول تاع الحبه تاعنا. بالنسبه للبلاطو تاعي هذا دالي باكي ونصف فقط، يعني مش كميه كبيره. والكميه هذه انا كنت يعني ما دنقوش المقادير تاعي اللي يعني حطها في الصوره. اني درت بلاطو هذا وبلاطو زجاجي شويه اكبر من هذا. هذا هو البلاطو تاعي بعد ما ستفتوه. شوفوا الشكل تاعو كيفاش يجي طبقه عاليه تاع البودوار عاليه شويه. نروح مباشره هنا نجيب الحليب. بالنسبه للبلاطو هذا يدينا كيس ونص تاع الحليب، تجيكم يعني معمره يعني هايله. كيس ونص حليب، نضيفوا عليه علبه واحده تاع فلون مع زوج حتى 3 مغارف تاع السكر، مغرف واحد تاع النشاء، وايضا ديروا لها لافاني ولا ديروا لها عطر تاع لوغو اللي ديروه نتوما. اي نوع فلون ديروا له الكو تاعو ولا العطر تاعو. بالنسبه لي انا درت كونتيتي كبيره، درت لتر تاع الحليب، درت فيها زوج علب تاع الفلون كيما راكم تلاحظوا في الصوره، درت فيها حوالي 5 مغارف حتى تقدروا تروحوا حتى 6 مغارف تاع السكر، يعني يكونوا معمرين مليح، مغرفه ونص تاع النشاء، ودرت لها لافاني. درت لها عطر تاع الموز لانه الفلون تاعي هذا بذوق الموز، هكذا باه يعزز لي النكهه ويجيني بنين بزاف. لهنا حنحرك كلش بارد في بارد، ومن بعد نرفعها على النار ونبقى مع التحريك المستمر، ما تغفلوش عليها خلاص حتى يعقد معكم الخليط ويصبح يعني يصبح ثقيل ويصبح بالقوام المطلوب. المقادير ان شاء الله راح نخليها لكم في صندوق الوصف. نكمل لهنا كما راكم شفتوا، كملت لهنا التحريك المستمر يعني حتى ذابت لي مليح نشا وذاب لي هذاك الفلون شويه، ومن بعد ديتها على النار كما قلت لكم حتى نطاب لي الخليط تاعي. ولهنا كما راكم تلاحظوا بعد ما طاب الخليط تاعي طبعا نحاول باش نفرغ يعني نعمر هذاك البلاطو تاعي. هنا حاولوا تكبوا له كميه مليحه، يعني الكميه اللي راح نطيبوها كامل كبوها. هنا نفرغوها مليح على الكاطو هذاك وهزو غير بالمغرف هكذا باش ما يطلعش معكم هذاك الكاطو ويتشرب كامل هذاك الفلون تاعنا. بالنسبه لهنا للوصفه هذه تقدروا تزيدوا معها علبه تاع كاطو من نفس الكاطو هذا وهو سخون كما راكم تشوفوا، تزيدوا تحطوا علبه راح يمد لها بزاف نكهه بنينه، تحطوه معها ومن بعد تميكسيو بالميكسور ومن بعد تفرغوا الخليط تاعكم. لهنا كما راكم تشوفون نخليو طبقه يعني مسافه خفيفه برك اللي ما نديروهاش ونخليوها تبرد لنا شويه، ومن بعد نجيبوا لها صوص هنا شوكولا هذه تتباع نحطها بالشكل اللي راكم تشوفوا فيه لهنا، يعني هذا تزيين اختياري. ندير لها خطوط كما راكم تلاحظوا ونزيد نضيف عليها حبيبات تاع الشوكولا. هنا تقدروا تزينوا بالكاطو باللوزيفيلي كوكاو واش حبيتوا لهنا. التزيين لهنا اختياري كل وحده واش عندها في الدار. ولهنا بالنسبه للتزيين حاولوا باش ديروه وهي مش جامده بزاف، يعني هكذا باش يحكم روحه مليح ويجي الطبقه تمتزج مع بعضها. هنا كما قلت لكم حطيت بعد ما كملت صوص الشوكولا هذه حطيت هنا كميه من حبيبات الشوكولا كما راكم تلاحظوا، يعني حاولت بان نوزعها في هذوك الفراغات كامل ومن بعد نحطها تبرد لي على الاقل 3 ساعات حتى 4.
هذه التحليه تاعي بعد ما زينتها كما راكم تشوفوا نحطها في الثلاجه حتى يعني يلحق وقت اللي تكون بردت جيدا، ونعودوا راح نتناولوها ومن بعد نقسمها معكم ونوريكم القوام تاعها كيفاش جا. هنا ضروري تخليوها تبرد مليح. ولا هنا حان الوقت اللي احنا نقسموها. نروح مباشرة نقسم معكم الطرف هنا حتقسم معكم بكل سهولة وتتهز معكم يعني بكل سهولة، الطبقات يكونوا متباينين وتكون يعني فيها واحد البنة ولا أروع، يعني تكون طرية كامل كيف نروح نقسموها كما قلت لكم. البلاطو هذا يقسم لكم حتى ل6 حبات. هذه هي لهنا الطبقة الأولى اللي هزيتها راكم تشوفوا يعني تتهز بكل بساطة. طبقة تاع الفرون تجي يعني كافية ووافية، يعني راح تجيكم بنينة ولا أروع. يعني الكاطو هذاك يتشمخ مليح، تجي اون من تحت راكم تاكلوا في جينواز ماكمش تاكلوا في كاطو، يعني تجيكم ولا أروع الوصفة هذه. تحلية باردة وتبرد على القلب، تحلية يعني خفيفة ظريفة ليه توجد تفرحوا بها وليداتكم خاصة في يامات القراية هذو، والله في يامات الامتحانات إن شاء الله. هذه وصفتنا لنهار اليوم، وصفة سريعة جدا، وصفة اقتصادية. ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه إلى فيديو جديد سهل وبسيط وسريع. لا تنسوا الصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.